احلى مكرونه ممكن تجربوها واسهل مكرونه، كله هنعمله على النار من فوق. هنجيب زيت، هنجيب بصله متقطعه مكعبات، هنحط واحدتين ورق غور، واحدتين قرنفل، واحدتين حبهان، هنديهم تشويحه على النار. ادي صدور الدجاج برضو متقطعه مكعبات. هو احنا كله هنعمله حرفيا في الطاسه، يعني هي سهله جدا. هتبداي تديهم تشويحه على النار. هنحط فلفل اسود، كمون، جنزبيل، بابريكا، هنقلبهم. وبرضو في المرحله دي هنسيبهم يستووا سوا كامل، لان زي ما قلت لكم احنا مش هنحطها في الفرن زي ما بحطها اللي هي بتبقى مش مسلوقه او اي حاجه. نبدا ننزل بالملح. دي المكرونه دي كلها مستويه سوا كامل على النار، يا دوبك هنديها وش بس على النار على الشوايه من فوق، بس مش هتاخد معانا وقت. دي بقى لو رايحه اي رحلات، رايحه اي مشوار، عايزه تاخدي حاجه سريعه كده وخفيفه معاكي، دي هتبقى جميله قوي. في تلك الاحوال في نفس الطاسه هنحط ميه مغليه اوريدي، هي الطاسه نظيفه، مكانها بصل ومكانها توابل ومكانها زيت، يعني احنا كده كده بنحط للمكرونه كل الحاجات دي، يعني مش حاجه مش نظيفه ان احنا نخلينا نستخدم حاجه تانية ونوسخ مواعين. هتبداي تسلقي المكرونه برضو زي ما قلت لكم سوا كامل، كله هنسويه سوا كامل. هنسلقها لمده 8 دقايق، نحط معاها معلقتين ملح، هنصفيها. ويا ريت يا جماعه ما تغسلوهاش، يعني في المرحله دي ما تغسلوش المكرونه. هتبداي تحطي حبه زيت، تمام، هتقلبيها كده في المكرونه عشان تبقى معاكي مفلفله، يعني ما تقفش في بعض. هنبدا هنا نحط السمنه بتاعتنا، هنحط هنا نص سمنه ونص زيت، يعني معلقتين سمنه بلدي معلقتين زيت. هنحط هنا 3 معالق دقيق، رشه بلح جوز الطيب بتديها في التشويحه طعم يجنن يا جماعه. يعني وانتوا بتشوحوا الدقيق كده في البشاميل حطوا معاها رشه بلح جوز الطيب، وابدأي بقى شوحيها كويس لغايه ما تطلع ريحه كده، ريحه تحميصه الدقيق. يعني ما تحطهاش قبل ما تطلع الريحه دي، اكيد يعني كل ست بيت عارفاها. تبداي بقى تنزلي بالحليب. هنحط هنا فلفل اسود، كمون، ملح، هنبدا نقلبهم. انا بحب احط التوابل في التحميص الحاجه لان بتدي نكهه للاكل حلو قوي. انا نزلت بالحليب وحطيت معايا واحده مرقه دجاج. بصوا احنا عايزين القوام ده، يعني احنا مش عايزينها تبقى تستميكه، احنا عايزينها خفيفه، لان هتشوفوا معايا انا هسقط كل حاجه في قلب البشاميل. هتحطي مكرونه، هتحطي المكرونه وهتحطي صدور الدجاج كله في قلب بعضه. دي المكرونه اللي هي بتاكليها كده وهتحسي بالصوص، هي الصوص بتاعها بيبقى اكيد انتوا عارفينها، انتي بتيجي تاكليها بتلاقي الصوص بتاعها خفيف مش زي المكرونه البشاميل. طبعا انتي لو رايحه مشوار هتبداي تحطيها في العلب دي، او ان انتي طبعا عايزه تجاملي حد. بصي دي بقى قشطه ولا جبنه موتزاريلا ولا اي حاجه تاني بتدي طعم للمكرونه. سيبكوا بقى من الشكليات والمطه والكلام ده يا جماعه، اقسم بالله احلى حاجه تدي المكرونه طعم هي القشطه. انا عن نفسي بعشقها بالطريقه دي. بحط برضو كده وبعمل كده وبعمل كده، بس طالما عندي قشطه بستغنى استغناء تمام عن يعني عن الجبنه الموتزاريلا. بستخدم على طول القشطه بتخلي المكرونه غنيه وطعمها اجمل. وبصوا الصوص بتاعها طبعا بيبقى خفيف وخفيفه قوي. يا رب الفيديو يكون عجبكم واستفدتوا منه. ما تنسيش تعملي لايك وشير، وباي باي.